الحلقة الخاصة كروس أوفر من أقوى ما يكون، مسابقة جايزتها حتة لحمة، اتلم كل صيادين الأكل عشان ياكلوها، أقوى ثلاثي في الأنمي في مواجهة وحش قوي. فيا ترى مين اللي هيهزم الوحش ومين اللي هيكسب اللحمة؟ وعلشان نعرف إجابة السؤال ده لازم نشوف الفيديو. يلا بينا. الحكاية بتبدأ بناس كتير بيشاركوا في مسابقة الجايزة بتاعتها حاجة اسمها اللحم الأسطوري، والسباق بيبتدي وفجأة بيظهر وحش من نص الطريق، وأغلبية الناس بيطلعوا بره السباق ما عدا 3 مجموعات. المجموعة الأولى توريكو، ساني، رين، كوماتسو. المجموعة التانية فريق قبعة القش، لوفي، سانجي، شوبر ونامي. وأخيرا وليس آخرا المجموعة الثالثة جوكو، جوهان، سين 18، ترانكس. 3 أبطال وكل واحد فيهم حكاية لوحده، وأول واحد يوصل لمركز الجزيرة هو اللي هيكسب ونروح للطريق بتاع الجايزة. وبيكون 3 طرق، في الطريق الجبلي وفي طريق من الغابة وفي الطريق الصحراوي، وكل واحد وشطارته. وبيكون كل الناس بتتفرج عليهم، وستان باشا قاعد في المقصورة الرئيسية وكالعادة بيشتغل للناس والناس مصدقاه، وده اللي مضايقني بصراحة. جوكو ولوفي وتوريكو بيختاروا الطريق السهل ويطلعوا الجبل، جوهان وسانجي وكوماتسو بيختاروا الغابة، سين 18 ونامي ورين بيختاروا الصحراء. وطبعا اللي بيوصلوا جوكو ولوفي وتوريكو، وبيمسكوا الجايزة في نفس الوقت، وبكده لازم يتواجهوا علشان واحد بس هو اللي هياخد اللحمة. وتطلع الحلبة وستان بيقع معاهم من غير ما يقصد، وبيقول انا ايه اللي جابني هنا. وكل واحد بيجهز نفسه، لوفي بيستخدم البالون الحديدي، توريكو بيتخن عضلاته، جوكو بيعمل الكامي هامي هام، والتلاتة بيدخلوا على بعض وستان بيقول يا فكيك. والمكان بيتهز من قوة ال3 ضربات، ونشوف جوكو ولوفي وتوريكو التلاتة برا الحلبة، بس سلتان جوه الحلبة وهو اللي بيكسب. يا ابن المحظوظة يا فوزي. بس بعد كده بيلم الدور وبيقسم اللحمة مع كل الموجودين، وكل الناس بتقعد علشان تاكل، ومعاهم أكبر 3 مفاجيع. وبيروحوا بيكولا وروبن والاخ التالت اللي معاهم اللي انا مش عارفه بصراحه يعني عند مانسام المسؤول عن شركه ايجو اللي بتنظم البطوله دي، ويقولوا له انت جمعت اقوى الابطال عشان حته لحمه، اكيد في سبب تاني. وفعلا بيطلع في سبب تاني، وبيقول لهم انا جمعت الابطال دول علشان اصطاد الاكامي. وفجاه بتطلع الاكامي على السيره، والناس بتستغرب من شكلها اللي ما يديش على حيوان اسطوري خالص. وفجاه بتمسك جوهان وساتان واسد وتمتص قوتهم وحجمها بيكبر. وبصراحة ستان يستاهل. وبيكون في ست عجوزة بتقول لهم الضعف اللي هم فيه ده بسبب سم الأكامي، فلازم تروحوا تصطادوها علشان أعمل الترياق، بس ده في فترة ما تعديش نص ساعة. وكل الناس بتدور عليها. بيكولا وسانجي وساني بيدوروا في الجبال، ترانكس وجوتين وبروك بيدوروا في البحر، جوكو ولوفي وتوريكو بيدوروا في الغابة. وتظهر لهم السمكة بحجمها كبير جدا، وتقريبا كده خدت قوة المجموعات التانية اللي كانت بتدور عليها، والتلاتة بينزلوا فيها بأقوى ضربة عندهم، وبيفكروا إن الموضوع خلص. بس طبعا السمكة ما بتكونش ماتت، وكمان بتظهر بشكل جديد عارف كل حركاتهم وبيمتص قوتهم كمان. وتوريكو بيقول لازم نعمل ضربة كبيرة ما تقدرش تمتصها، وبكده هنقدر نهزمها ونصطادها. وجوكو بيقول لهم اشغلوها بس وملكوش دعوة بالباقي، وبيستخدم الجينكي داما ويطلب الطاقة من كل الناس اللي في الجزيرة ويرمي عليها كرة الطاقة الكبيرة. بس برضه ده كله ما بيكفيش، والتلاتة بيستخدموا أقوى وآخر ضربة عندهم، وأخيرا السمكة بتتغلب، وبعد كده بيشووها وكل الناس تاكل منها. وكده يكون ملخص الكروس أوفر خلص. حلقة فيها 3 شخصيات من العيار التقيل جمعتهم حاجة واحدة بس في نفس المكان، وكلهم بياكلوا فرحانين بالحاجة اللي عملوها مع بعض كفريق واحد. وكالعادة لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة. وبس كده، اشوفكم على خير في الفيديوهات الجاية. سلام.